تعرف ان الملح اللي بتحطه على الاكل ممكن يسبب لك سرطان لو كان من النوع الغلط؟ الملح اللي بيتباع في المحلات مش نوع واحد، وفي فرق كبير جدا بين كل نوع. النوع الاول هو ملح المائدة، وده اللي اغلبنا بيستخدمه. بيطلع من مناجم ملح تحت الارض وبعدها بيتكرر جامد جدا لدرجة انهم بيشيلوا منه كل المعادن الطبيعية وبيضيفوا عليه مواد كيميائية علشان ما يتكتلش. المشكلة المواد دي ممكن تتراكم في الجسم وتسبب التهابات، في دراسات ربطت الافراط فيه بزيادة بخطر الاصابة ببعض انواع السرطان. النوع التاني هو ملح اليود، هو نفس الملح المكرر بس مضاف ليه يود صناعي، وده مفيد لو عندك نقص يود في الجسم. لكن لو اكلك متوازن او بتاكل سمك ومنتجات بحرية مش ضروري تعتمد عليه كل يوم. النوع التالت هو الملح البحري، وده بيستخرج من الملاحات زي اللي عندنا في مصر عن طريق تبخير مياه البحر بالشمس والهواء. في معادن طبيعية زي المغنيسيوم والبوتاسيوم، بيعتبر أنظف وأخف على الجسم من الملح الصناعي، بس ساعات بيكون فيه شوائب بسيطة، وده السبب اللي بيخلي ناس كتير ما تفضلوش رغم انه انقى واصح. النوع الاخير هو ملح الهيمالايا الوردي، وده بيستخرج من جبال الهيمالايا في باكستان، ولونه الوردي جاي من اكاسيد الحديد الطبيعية فيه. بيحتوي على حوالي 80 نوع من المعادن بتركيزات صغيرة جدا، ومش بيتكرر زي الملح الصناعي، عشان كده هو انقى الانواع واخفهم على الجسم، بس برضه الاستخدام باعتدال هو الاساس.